السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا يا حبايبي النهاردة زي ما انتوا شايفين كده معانا حاجة جميلة جدا ومفيدة جدا، وكل حاجة فيها فوائد اللي هي السبانخ. السبانخ الخضراء طبعا معروف ان هي فيها حديد وفيها جميع كل حاجة فيها فايدة. طبعا بنعملها عصير باللبن والموز، وبناكلها طبيخ، وبناكلها خضراء، وبناكلها ايه بالصلصة، وبتتشكل على كذا شكل. فطبعا السبانخ لازم تخزنيها، تلحقي تخزنيها على طول. ايام الشتاء دي تفضلي تخزني فيها لغاية ما تبقى عندك كمية حلوة كده، واول ما يجي عليكي الصيف ممكن تعمليها في وقت مش وقتها، فهتيجي تلاقيها متخزنة وجميلة وزي العسل. طبعا قبل ما نخش على التخزين بتاع السبانخ بتاعتنا ونغسلها كده كويس ونطلع لو فيها اي اتربة اي طين، ما تنسيش الصلاة على الحبيب. صلي على الحبيب علشان قلبك يطيب، وما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك مني بإذن الله كل جديد وجديد. زي ما انتوا شايفين هناخدها دلوقتي بعد ما قطعناها كده، هنغسلها كويس جدا، وبعد كده نرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في السبانخ. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي مولعين على حلة على النار فيها مية، وهنشوف هنحط فيها ايه دلوقتي. طبعا اول حاجة هنحط معلقة كده من السكر، وهحط شوية ملح صغيرين مش كتير. وبعد طبعا ما غسلنا السبانخ على طول هننزل بالسبانخ كده بالراحة واحدة واحدة في الحلة بتاعتنا، وهنجهز معانا مية بتلج علشان نحط فيها السبانخ. اول ما نطلع السبانخ من المية السخنة هننزل بالسبانخ على مية ساقعة علشان السبانخ تاخد السلقة المظبوطة بتاعة التخزين. اهو ننزل بيها كده واحدة واحدة، وندوس على السبانخ طبعا غسلناها كويس وصفيناها. بعد كده هنقلب السبانخ بالراحة زي ما انتم شايفين كده. طبعا السبانخ لما بنعملها بتبقى متخزنة بتبقى جميلة جدا جدا. هجيب طبعا حاجة اطلع فيها السبانخ، هصفي في الحلة التانية واطلع منها من هنا على حلة، وبعد كده اجيب المية بتلج. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده كفاية اهو. بنصفي ونطلع على طول، وننزل ببقية الكمية اللي معانا. طبعا زي ما انتوا شايفين، معلش بس الكاميرا وقعت، هنشيل طبعا بعد ما خلصنا اهو هنشيل الكمية كلها على طول. ناخد الكمية اللي هنخرجها على مية بتلج زي ما قلت لكم، مية بتلج ما تخلوهاش لغاية ما تتهري معاكم. ونحط بقية الكمية، هنزل ببقية الكمية كده علشان اخلصها كلها. طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ومش بتاخد اي وقت. شايفين اهو. بنحط الكمية دي، بصفي من المية الساقعة علشان بس انزل على مية سخنة. اهم حاجة تدوها
السوا بتاع الحاجه بتاعه التخزين بالمظبوط، ما تبقاش ولا مهريه ولا كأنها مش مستويه. الشويه دول طبعا هنزل عليهم بالخضره كده برضو معاها شويه خضره حلوين، ونغطيها كده مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده، نزلنا بيها كلها. يعني خضره الخضره كلها نازله معاها علشان تبقى كلها بالخضره بتاعتها. هنلخبطها طبعا في بعض كويس اهو. هنحط بقيه التانية محطوطه بقى في التلج ونصفيها ونخرجها من ميه التلج. زي ما انتم شايفين كده بنفضل ندوس عليها علشان كلها تاخد السوى المظبوط وكلها تبقى بسوى السوى بتاع بعض اهو. هي زي صدمة بتاخدها في المية السخنة وبعد كده بنشيلها، وهي التانية معانا في المية الساقعة زي ما قلت لكم بنحطها في مية ساقعة جدا تلج. طبعا انا وسخت البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، هننضفه بعد ما نخلص. كل الخضرة اللي معانا دي كده خلاص هنطلعها كده ونحطها في التلج، المية بتلج كده خلصناها. هنصفي اهو. هصفيها وارجع لكم تاني واحنا بعد كده هنحطها في التلج والميه الساقعه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي حاطين ميه بتلج اهي، حاطين حله تلج كبيره وبنسيح. شفتوا دي كانت حله كبيره واحنا ايه بنسيحها وسط السبانخ بتاعتنا، وبعد كده بنصفيها زي ما صفينا من الميه السخنه هنصفيها من هنا برضو، وبعد كده نرجع ونشوف هنعمل ايه تاني مع السبانخ بتاعتنا. هنحط كده ونغرق كده في التلج علشان تاخد صدمة التلج وتبقى محفوظة كويس. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد بإذن الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده خدت ودت بقى في التلج. هنصفي كويس على قد ما نقدر نصفي كده، يعني ما تخليش فيها ميه اهو. ولو عندك مصفى كبيره يا ريت تصفي فيها. بصفي حلو كده وبشيل اهو، بفضل اصفي واشيل اصفي واشيل لغايه ما اخلص كل الكميه اللي معايا. شايفين خضرها حلو وجميل ازاي، ولا اسودت ولا اي حاجه. شايفين حته التلج اهي كده. بصفي كويس على الاخر خالص وبحط في الحله بتاعتي. طبعا انا هعلي الكاميرا شويه علشان تشوفوا اكتر اهو. شايفين اهو، بوريكم الحله على الاخر. حله كبيره ما شاء الله، بسم الله اللهم زد وبارك. عملت كميه حلوه 4 كيلو
من السبانخ، 4 كيلو من السبانخ. فاحنا ايه نخزنهم 4 كيلو لغاية ما نجيب تاني، يعني مش هنبطل تخزين. ونحط كده اهو، بفضل اقلب كده علشان الخضرة بتاعتي تبقى كلها مليانة بالخضرة اهو. واصفي، هخلص الكمية بنفس الطريقة وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه تاني. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي خلصنا الكمية اللي معانا. هنجيب بقى الاكياس بتاعتنا اللي هي اكياس اللبن اللي بنشتريها من عند اي حد بيبيعها، ونعبي كده الاكياس بتاعتنا، نعبي كل كيس طبخة. شوفي انت هتعبي ازاي، طبعا صفيناها كويس جدا زي ما قلت لكم. عبي كل كيس طبخة، هعبي كل الكمية بنفس الطريقة واوريها لكم عملتها قد ايه وكام كيس. زي ما انتوا شايفين كده هنعبيها بنفس الطريقة اهو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كل كيس عملناه كده طبخة، وهنحطه جوه الفريزر. وهنعوز طبعا اي طبخة بعد كده، ده مش دلوقتي يعني علشان بس ايه الوقت اللي هيبقى فيه سبانخ هنخليها في الفريزر مش هنخرجها، هنطلعها وقت ما يكون السبانخ مشيت. يعني الطبخة تطلع بطبختها كده والكيس يعمل طبخة ونطبخه كده ونعملها خضرة نعملها بالطماطم زي ما نحب. وطبعا كده الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.